بيحقق في هذه القضية. ومعايا دلوقتي على الهاتف مباشرة الوليد إسماعيل الصحفي بجريدة الوطن المتابع الملف. يا ترى يعني البلاغ ده متضمن لإيه بالظبط يا وليد؟ مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز. هو البلاغ تلقاه النائب العام من مجموعه من يعني مجموعه مواطنين عاديين، 12 شخص تقدموا ببلاغ للنائب العام اتهموا فيه باسم يوسف بانه اهان رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي واهان هيبه مؤسسه الرئاسه من خلال الحلقه الاخيره من برنامجه الاسبوعي الذي يقدمه على فضائيه CBC بوصفه ل يعني عندما قال انه الرئيس مرسي في خطابه او في حواره الاخير مع المذيع عمرو الليثي قال او يعني تصرف او مثل مشهد وقال فيه انه الرئيس مرسي يستحق جائزة الاوسكار احسن ممثل. فهم اعتبروا ان ده اهانة لرئيس الجمهورية وتقدموا ببلاغ الى النائب العام، وقالوا ان هم حسوا ب يعني تضرروا نفسيا من هذا المشهد اللي اعتبروا فيه اهانه لرئيس الجمهوريه. طيب انا اللي عارفه معلوماتي ان يعني مش كل بلاغ بيتقدم للنائب العام بيحقق فيه، في بلاغات بتحفظ. الوضع ايه بالنسبه للبلاغ ده؟ لا شوف، هو هناك فرق ما بين التحقيق وما بين احاله البلاغ. ما تم اليوم هو احاله بلاغ مقدم للنائب العام الى المستشار محمد سيد خليفه عضو المكتب الفني للتحقيق فيه. المشكله الاساسيه اللي لازم يعني اعتقد ينبغي ان تاخذ مساحه من الطرح الاعلامي خلال الفتره المقبله هي مشكله يعني الحسبه هي قضايا الحسبة وبلاغات الحسبة. مش ممكن كم البلاغات اللي بتقدم في شخصيات عامة، اغلبهم شخصيات معارضة وشخصيات اعلامية. كل حد بيتصور انه مذيع في برنامج يعني تصرف او انتقد شخص او صحفي في جريدة ابرز موضوع معين او معارض تحدث في امر يعني لا يتفق مع وجهة نظره، فنجد شخص واغلبهم من المحامين يروح يقدم بلاغ للنائب العام. طب وهي دي ايه؟ وهي دي القضية رقم كام؟ قضية اهانة الرئيس ضد اعلاميين وضد باسم نفسه، قضية رقم كام؟ شوف، ما يعني لا يوجد حصر معين، القضايا كتيرة جدا والبلاغات كتيرة جدا. هناك اتهامات لباسم يوسف، ابراهيم عيسى، صحيفة الوطن، صحيفة التحرير، صحيفة الشروق، صحيفة الاسبوع. ووليد سؤال تاني كمان ليك، يعني اوكي البلاغات لا حصر لها، ايه معيار تهمة اهانة الرئيس؟ يعني دي عبارة فضفاضة، يعني هل في مناخ الحرية والانفتاح الاعلامي اللي حصل بعد ثورة يناير، هل نقد الرئيس في حد ذاته ينطوي على اهانة؟ يعني مش فاهم اهانة في ايه؟ المشكلة كلها يا استاذ معتز انه لفظ اهانة الرئيس او التجريم الخاص بموضوع اهانة الرئيس هو امر نسبي وفقا للقانون المصري. يعني ممكن في حالة معينة يكون اللفظ قاسي جدا وجارح جدا ولا يعتبر اهانة للرئيس او يعتبره المحقق اهانة للرئيس، وممكن في احيان اخرى يكون اللفظ عادي جدا وبسيط جدا و يعتبر إهانة للرئيس. المشكلة الأساسية في الفوضى، يعني فوضى التقاضي في مصر. ليس من المعقول أن كل شخص ينصب من نفسه محاميا أو مدافعا عن موظف عام أو عن مسؤول عام. رئيس الجمهورية في نهاية الأمر هو موظف عام لدى المواطنين الذين انتخبوه، اتفقنا واختلفنا على شرعيته الآن، لكن هو موظف عام يؤدي خدمة لمواطنين. فليس من المعقول أن كل شخص ماشي في الشارع يشوف واحد بينتقد رئيس يروح يقدم بلاغ ضده ويقول إنه فلان بيهين الرئيس ويجب التحقيق معه. هذه أزمة يجب يعني نتخلص منها بتعديل تشريعي. تمام، هنشوف هيحصل تعديل تشريعي مع الأزمة ولا ضد الأزمة، مع الإعلام ولا ضد الإعلام، مع الإعلامي اللي من حقه إن هو يبقى صاحب كلمة وصاحب رأي، ولا ضد الإعلام ومع تكميم الأفواه بعد ثورة يناير. لما نشوف ربنا يسهل. احنا عندنا شفنا الأستاذ معتز الدمرداش غير معتز برئيسه بانتمائه ولا بوطنيته، ومستغرب ومتأفف يعني ليه وازاي وتكميم.
ومش عارف الاهانه في ايه وفي نقد. يعني حاجه تكسف مرتين، تكسف من الكلام اللي باسم بيعمله وفاكر ان هو بيحسن صنعا، وانه معتز بيتناول الموضوع كانه بيتناول شيء مستغرب ولا يليق، واللي متصل معاه بيتكلم. الاول يا استاذ نبيه في شق قانوني عاوزين نعرفه. كنا بنسمع زمان ان انا ماليش علاقه بالموضوع لما اروح ارفع قضيه ما كانتش تقبل. هل في تغير في القانون يجعلني انا اتصدى كمواطن عادي كل مصري عشان نعمل وعي عام؟ كل مصري مش عاجبه شيء الان ممكن يخص الشأن العام ممكن يروح يرفع قضيه او تعمل بلاغ ويستجاب له؟ ايوه فهم. وفين يروح فين؟ فاكمل لك الموضوع ده ليه. بعدين نرجع يا استاذ الدكتور ابراهيم يعلق بقى على تمام. الموضوع ده ليه شقين، شق شرعي وشق قانوني. الشق القانوني الماده 25 من قانون الاجراءات الجنائيه بتقول اي مواطن يعلم بجريمه عليه ان يبلغ النيابه العامه او يبلغ النيابه العامه فورا. ده شق الاجراءات. حتى قانون الاجراءات برضو اذا راى اي مواطن مصري جريمه في الشارع صاحبها مرتكبها متلبس بها عليه ان يقبض عليه ويسلمه لاقرب رجل سلطه عامه اذا استطاع. مفيش حاجه اسمها ما استطاع. يعني انا لقيت واحد معاه سيف وبيضرب في الناس اقول انا اروح اقبض عليه عشان اسلمه؟ لا، ما في مجموعه بقى يتكاتفوا يقبضوا عليه. ماشي. انما السلبيه دي مش عايزينها. لا السلبيه لا من الاخلاق ولا من الدين ولا من القانون. نفسي اسمع مره نبأ انه نبيه الوحش قبض على حد. نبيه الوحش يعني مش كله تلفزيون هيقبض على ابراهيم الجحش. مفيش ارض. نعم اتفضل. انا لما اتكلم عن نفسي يبقى انا راجل مش مظبوط، انما الحمد لله اعمالنا في الموثقه في الاعلام المرئي والمقروء والمسموع. لو النيابه كانت مستدعياك سمحت يا دكتور النيابه كانت مستدعياك رحت؟ رحت. طيب نشكرك انك رحت. الرجل الفارس يواجه. ماشي. الراجل الفارس يواجه ولن يهرب. ماشي. وبعدين الدور الاكبر عليكم انتوا في السي دي اللي موجود في الحلقه واللي نبهنا عليه من اسبوع واللي وكيل النيابه منتظره. المفروض انت مش محتاج سي دي، انت راجل يعني. لان هم مقدمين حاجات من على اليوتيوب مقطعه. الحلقه كانت كامله وكان فيها بيعلق الدكتور محمود شعبان في الاول وانا علقت في ايه التهمه اللي التهمه ان انا سبيته وقذفته بانه بقول عليه مسلم بالبطاقه فقط ونصران التوجه والفكر وال ده على مين؟ على امير سالم. لانه هو لو اليوتيوب لو السي دي موجود هو في الاول جبته لنا، فهو بيقول الناس ظن فيا ان انا نصراني بالرغم ان انا مسلم وانا فخور بهذا الظن. فانا ما ثبتوش اللي قذفته، انا اكدت على كلامه. بيقول انا فخور ان انا الناس ظن فيا ان انا نصراني. فانا قلت هو راجل لا. وبعدين هو بيقول احنا مش معاك في القضيه؟ لا انت بس بشخصك. بشخص. عشان كده انتوا عايزين تحبسوا وتدوني السدين. احنا بنعتذر لو احنا شركاء يعني معاك. هتعتذر على ايه؟ ده هو الراجل بيقول. انت ما جبت البتاع. ما انا مش فاكر الموضوع ايه. ما علينا، انا فكرتك بيه اهو. لو كنت زعلته يعني مش عايزين حد يزعل. الجانب الشرعي انا ماشي مع الدكتور ابراهيم في سياسته ان انا اخد حقي واقول بكل قوه. لا انت ماشي مع الدكتور ابراهيم في انك انت اصبحت القناه دي قناه اعتذارات. صح. وتاسفات واسفات وشغلانه. وهذا فخر. ما علينا. وهذا فخر. ما علينا. اذا اخطانا نعتذر. يا عم خلينا نكمل. خلاص خد الذي احنا دلوقتي خدنا يعني مش انتوا بتسالوه في الشق القانوني. الشق الشرعي وده مش كلامي، ده كلام القانون يقدم فين سيبنا من الشرع. النيابه العامه. النيابه العامه بالنسبه للماده 25 لا اي شخص يعلم بجريمه يروح يقدم بلاغ في النيابه العامه. انا اقصد حتى لو واحد شاف حاجه في التلفزيون فيها اساءه. ما هو علم، ما هو باي وسيله، ما اتكلمش القانون على وسيله العلم. اي طريقه العلم علمت بيها فورا تسارع شفت حاجه في النت ممكن اروح في النت في التلفزيون في البوتاجاز في الطشت في كل حاجه. طيب بروح بطولي عشان انا بعمل فاهم يعني بروح بطولي ولا اكتب ورقه مذكره ولازم محامي؟ لا لازم، لا مش شرط محامي. اكتب اللي شفته انت وروح وهم النيابه هي اللي بتكيف تكييف قانون فيما بعد. بس لازم اعلن عن هويتي، يعني ما ينفعش اقول ايه لا ما تبقى فعل خير. الحاجه الوحيده اللي ما يجوزش فيها ممكن ما تعلنش فيها عن هويتك البلاغ للرقابه الاداريه او الكسب غير مشروع
او التهرب الضريبي، دي من حقك ما تعلنش على هويتك. وحتى لو انت اعلنت على هويتك وطلبت من الجهات الرقابيه عدم الافصاح عن هويتك، ما يفصحوش عن هويتك. مشكورك جزاك الله خلاص. اما الشرب الشرعي لا لو سمحت، انت من انت مالك بالشرع يا سيدي؟ ما انا متمرمط فيه ولا انت عارف شرع يا عم الحاج. بس انت بتقول انا ماليش دعوه يا عم الحاج هقول لك انت بتقول نكسر يا بابا يا خال يا عمي. هسب الدين دلوقتي. لا ما سبش الدين مش شويه والله. انا ثبت الدين القناه ومش عارف ادينا حاجه كده والله. لا لا انا قلت دين القناه يا راجل. ايه يا دكتور انت جاي متقصد الراجل والله ما قلت دين. لا انا اسف يا دكتور. لا 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 ده كده كلام مش مظبوط. طيب خلاص كمل الشرع. ده كلام مش مظبوط. كمل الشرع. الشق الشرعي مش انا اللي قلته. يوم قضيانا مع اللي بيسموهم رموز زي نوال السعداوي وايناس الدغيدي وفاروق حسني والجماعه دول، خدوا راي دكتورنا العظيم الفاضل نصر فريد واصل وقالوا له هل يحق للاستاذ نبيل وحش ان يتقدم بهذه البلاغات او هذه الدعاوى؟ قال ده نوع من الحسبه، والحسبه جزء من النظام الاسلامي ولا يجوز تقييدها او الغائها او وضعها في يد شخص معين حتى ولو كان السيد المستشار النائب العام، لانه ده مش من مصادر التشريع زي الفقه وزي القياس وزي باقي مصادر التشريع. ليه قال كده؟ لانه بعد قضيه نصر ابو زيد لما اهان الكرسي والعرش. كمل يا دكتور. محدش كلمك. لا 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 يا دكتور عاطف، انا لا حد يتكلم بيا في الحلقه ولا حد اتجنى عليا. محدش تجنى. انا لا سبيت دين ولا عملت حاجه. ما سبيتش. لا انا ما سمعتكش. لو سبيت راجل محترم ومسلم والزبيبه فوت ويقول لك سب الدين. ما انت عندك زبيبه انت كمان اهو. ايه ده التجني ده؟ وزمان من انا بقول الفاظ. طب يلا استعذ بالله وكمل. اتفضل. طب ورونا فيديو لا اله جميل. الا الله. دلوقتي بنفس الطريقه لرئيس الدوله في مصر الان، بطريقتك الحاده كده المحدده. لازم اقول له اولا على القضاء وهحط به واقول له لماذا اخترت نائب عام على مقاسك واحنا لبسناه. واحد. اتنين، هل تعتقد ان الشارع المصري الان في قدر هائل من الكراهيه لعشيرتك لجماعتك يصح يقول لي مثلا، اتصور يعني يقول لي لا مش صحيح، اقول له يا ريس ده صحيح، ده صحيح، واقدر اقول لك امثله انا بشوف الاعتصامات بورسعيد ورئيس الصحافه القوميه لما تقول لا ده في اجبار مش شويه فيها واسعه. السؤال الثالث، انا يا ريس مش عايز اناقشك عن ابنك وموقفه من ضابط الشرطه في شمال. قال له هقعدك في البيت. هقعدك في البيت جنب امك. كويس انك انت قلت هقعدك في البيت، انا اللي طلعت من بوقي رغم انها ماتت ما يجبش تتقال على شاشه التلفزيون. المهم جنب امك. انا يا ريس هدافع عن ابنك وهقول ان ده زمن الاعصاب المشدوده، وهبرر له انه بيسمع ابوه يعني من طبيعه ربنا